سيناريو مجنون للمباراة النهائية. بطولة كانت الأجمل حقيقة على مستوى التنظيم والحضور الجماهيري، بطولة كانت الأمتع على مستوى مباريات المنتخب العراقي والأمتع على مستوى المباراة النهائية. أجمل نهائي في تاريخ بطولات كأس الخليج، أجمل سيناريو مجنون انتهت به هذه البطولة. مبروك من الأعماق لكل أهلنا في العراق ولكل شعبه العظيم. حظ أوفر من الأعماق للمنتخب العماني ولكل المنتخبات الخليجية التي شاركت والتي لم يحالفها التوفيق. ليلة من الليالي التاريخية في بطولة كأس الخليج، ليلة من الليالي التي ستبقى في ذاكرة الكرة العراقية والكرة الخليجية. يا له من نهائي ويا له من شوط إضافي ثان كان عن مباراة بأكملها، ويا لها من فرحة الآن. شكرا للمنتخب العماني الذي جعل لهذا النهائي طعم آخر ومذاق آخر وسيناريو مجنون. شكرا لقتاله، كانوا أبطالا، كانوا رجالا، قاوموا، تمسكوا، حاولوا، لكنهم اصطدموا برغبة عراقية لا يمكن إيقافها اليوم ولا يمكن الصمود أمامها اليوم، ولا يمكن بالتأكيد أن يفرطوا بهذه الكاسة وبهذه البطولة أبدا. نشاهد ونتابع اللحظات التي تسبق تتويج المنتخبين وصعود المنتخبين إلى المنصة. نعود لكي نستمع إلى أصوات المدرجات في التحفة الفنية في جذع النخلة في مدينة البصرة الجميلة جدا بأهلها وبشعبها وبناسها. بطولة كتب لها أن تتم وأن تستكمل بهذه الصورة، بطولة كتب لها بأن يكون بالتأكيد السيناريو مجنونا وأن تكون النهاية فيها سعيدة. بطولة كان كل شيء فيها جميلا. حرصت كل منتخبات الخليج على أن تتواجد، على أن تدعم، على أن تحضر، على أن تساهم في نجاح هذه البطولة. الشخصيتين التاريخيتين لحضارة وتاريخ هذه البلاد، نشاف الزميل نبوخذ والملكة شبعات. الآن دعونا نبدأ مراسم التتويج. هنا الزميل العزيز محمد سعدون الكواري مذيع هذا الحفل. السيد محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء. ونشاهد الآن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أيضا من جانب العراق الذي سيتواجد في المنصة. محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء. سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. وسعادة الشيخ حمد بن ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم العماني لكرة القدم. وايضا سعادة الوهيبي رئيس الاتحاد العماني رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، والسيد عدنان درجان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. كل هذه الشخصيات ستتواجد في منصة التتويج في بطولة كأس خليج 25 في البصرة. بانتظار مراسم التتويج نهائي خليج 25، نهائي خامس مشاهدين للكرة العمانية، نهائي رابع يخسره بالتأكيد المنتخب العماني بعد فوزه أيضا، أو نهائي ثالث يخسره المنتخب العماني بعد نهائيين سابقين. بالجوائز الفردية، حيث البداية الجوائز الفردية مع جائزة هداف البطولة أيمن حسين وإبراهيم بايش من المفترض أيضا، كلاهما لديه 3 أهداف في هذه البطولة. والتصفيق الان من عدنان درجان ايمن حسين الذي خرج. يسلمه الجائزه سعاده الشيخ حمد بن خليفه بن احمد آل ثاني رئيس وينضم بالتاكيد ايمن حسين لكرة القدم الى جانب اللاعبين العراقيين اللي سبقوا وفازوا بلقب هداف البطوله. حسين سعيد سابقا خليجي 5، وحسين سعيد خليجي 7، احمد راضي خليجي 9، علاء خليجي 20، وحسين علي وعلي فايز في خليجي 23. الان بالعلم العراقي يتقدم ويستلم جائزه هداف البطوله أيمن حسين. هذا هو الأسد العراقي الذي يتلقى التبريكات. إلى جائزة أفضل حارس في هذه البطولة، وحصل عليها حارس المنتخب العماني إبراهيم المخيني. في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا حارس البطولة إبراهيم المخيني أفضل حارس في البطولة من جانب المنتخب العماني. إذا عماني آخر مشاهدينا يحصل على جائزة أفضل حارس بعد العمانيين السابقين بالتأكيد علي الحبسي اللي حصل عليها 4 مرات سابقا، وقبله أيضا كان يوسف عبيد. هذا المخيني الآن يحصل على جائزة أفضل حارس بالرغم من تلقيه ل3 أهداف في المباراة النهائية. مبروك لإبراهيم المخيني. هذه البطولة
فقد حصل لاعب إبراهيم بايش. لاعب المنتخب إبراهيم بايش ما يحتاج اللي عيونه الثنتين على أيمن، يخلي وحده البايش، يخلي وحده الإبراهيم، لاعب البطولة، نجم البطولة إبراهيم بايش، من قص شريط أهداف العراقي في البطولة ومن قص شريط أهدافهم في المباراة النهائية. الرقم 8 لاعب عراقي يسرق الإعجاب والأضواء ويحتفل. هذا اللاعب الذي قدم لنا بالتأكيد صورة رائعة جدا ويستحق نجومية هذه البطولة. وطاقم التحكيم صورة رائعة لإبراهيم بايش وأيمن حسين نجمي هذه البطولة ونجوم المنتخب العراقي. أفضل لاعب مع أفضل هداف، بالتأكيد فرحة كبيرة بهذه اللقطة. كأس الخليج العربي لكرة القدم. مراسم التتويج مستمر، انتهينا من الجوائز الفردية وسنتجه بعد ذلك إلى الجوائز الجماعية. وهذه لقطة جميلة بالتأكيد لنجمي هذه البطولة بدون منازع. حقيقة نشاهد تكريم أيضا لطاقم تحكيم هذه المباراة الذي أدار مباراة مجنونة واحتسب قرارات جريئة وعاد إلى الفار في لقطات حاسمة بالتأكيد، وشاهدنا احتسابا لركلة جزاء في توقيت خيالي جدا في آخر ثانية من زمن المباراة عاد من خلالها المنتخب العماني. والآن نشاهد هذه اللحظات التي يستمر فيها رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم مع رئيس الاتحاد العراقي أيضا لكرة القدم مع رئيس الوزراء أيضا العراقي في مراسم التتويج. ونشاهد أيضا هذه اللحظات والابتسامة من جانب طاقم التحكيم هذه المباراة الذي أدار مباراة مهمة وصعبة جدا في سيناريو مجنون في أوقات تاريخية في شوط إضافي ثاني خيالي لا يتكرر في لحظات ستبقى في ذاكرة كل العراقيين. وبالتأكيد الفوز بلقب هذه البطولة والتحدي الكبير بالنسبة للمنتخب العراقي في استضافة هذه البطولة ونجاح هذه البطولة. شككوا في قدرة العراق فكان الرد كبيرا، شككوا في نجاح البطولة فكان الرد كبيرا. الآن بأعلى الصوت يستحق التحية صاحب المركز الثاني في هذه البطولة منتخب عمان. نعم أتفق مع العزيز محمد سعدون، لمن يستحقون التحية كبيرا المنتخب العماني، يستحقون تصفيقا حارا. تخيل أن تقدم كل هذا الصمود ولكنك لا تكون البطل، لكنك بطل في أعين جماهيرك ومحبيك. شكرا لكم على كل متعة قدمتموها، وشكرا على إثراء كبير جدا في المباراة النهائية وندية وروح رياضية عالية جدا. تحصلون على المركز الثاني وتستمر عقدة المنتخب العماني أمام البلد المستضيف عندما يواجهونه في النهائي. خسروا أمام الإمارات في الإمارات، خسروا أمام المنتخب القطري في قطر، وخسروا أمام المنتخب العراقي في العراق، لكن لا خاسر بيننا اليوم. الكل يكسب في العرس الخليجي، في هذه الفرحة الخليجية، الكل يكسب في هذا الاجتماع الخليجي، الكل يكسب في نجاح تنظيم الكرة العراقية لهذه البطولة. كنا نشاهد الأمر من بعيد صعبا جدا مستحيلا جدا، لكن الأمور تغيرت، النظرة تغيرت. ما شاهدناه، ما نقله الزملاء، ما شاهدناه عبر اللقطات، عبر الجماهير، عبر المذيعين، عبر المراسلين، عبر التقارير، عبر التغطيات، يؤكد لنا بأن العراق بخير، ويؤكد لنا بأن البصرة وغير البصرة في العراق قادرين على تنظيم واحتضان المباريات مرة أخرى من جديد لكي يلعب العراق بين أرضه وجماهيره ويحتفل. ويا له من سيناريو كان في احتفالهم في هذه البطولة. مبروك حقيقة لعدنان درجال ولكتيبة أسود الرافدين، ونقول شكرا لعمان وشكرا لكل أهلها وشكرا لكل لاعبيها وشكرا لجهازها الإداري، إنهم يأتون إلى بطولة كأس الخليج ويقدمون كل ما لديهم ويثرون بالتأكيد هذه البطولة، ويقدمون بالتأكيد ما يستحق التقدير والاحترام والإعجاب من جانب المنتخب العماني. خسارة أخرى ووصافة أخرى للكرة العمانية، لكنهم سرعان ما سيعودون وسيعوضون، لن يغيبوا طويلا. عودونا في الفترة الأخيرة منذ أن عرفوا الطريق، وأصبحت عمان بالتأكيد من أكبر المنتخبات المنافسة والمرشحة على لقب بطولة كأس الخليج. جميع اللاعبين الآن يتسلمون الميداليات الفضية، وبالتأكيد يتلقون الكلمات أيضا والتشجيعية من قبل الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم.
وما هي إلا لحظات تفصلنا يا جميل عن تتويج المنتخب العراقي بلقب آخر للكرة العراقية ولأسود الرافدين. المنتخب العراقي مشاهدينا متابعينا في كل مكان في هذه اللحظات يستعد للحظات تاريخية، يعود مرة أخرى فيها بطلا لبطولة كأس الخليج بعد أجيال سابقة، بعد خليج 5 في بغداد، بعد خليج 7، بعد خليج 9 في المملكة. الآن يعود مرة أخرى ولكن في البصرة. من بغداد إلى البصرة العراق يظل بطلا عندما يستضيف كأس الخليج. ويا لها من بطولة كانت استثنائية في كل شيء، أجمل بطولة، أجمل جمهور، أجمل نهائي، أجمل سيناريو، كل شيء كان جميلا. وختاما كانت جميلا للمنتخب العراقي الذي استحق الفوز بلقب هذه البطولة. صورة الآن لاعبي المنتخب العماني والجهاز الفني والإداري والميداليات التي يتم تسليمها في هذا التوقيت ومراسم التتويج، والجماهير العراقية في انتظار منتخبها وانتظار لحظاته التاريخية. شكرا لأبطال عمان، شكرا لأبطال عمان، لجارنا بالتأكيد المنتخب العماني، المنتخب الذي قدم الكثير في هذه البطولة. شكرا لشبابه الذين شاركوا لأول مرة إلى جانب اللاعبين الآخرين الذين فازوا بلقب خليج 23 في الكويت. لديهم فرص بالتأكيد ومستقبل، ومعدل الأعمار يسمح لهم بمشاركات خليجية أخرى ومشاركات في تصفيات كأس العالم المقبلة ومشاركات أيضا في بطولات كأس آسيا. وتنتظر منهم الجماهير العمانية الكثير بكل تأكيد وتعول عليهم الآمال. عادوا مرتين في هذه المباراة، أتعبنا المنتخب العماني في عدم استسلامه وقدم بالتأكيد ما يثبت بأنه يظل حيا حتى عندما تعتقد أنه يموت. لكن يا لها من رأسية بعد ذلك كانت عن طريق مناف يونس ابراز الصوت ويريد يصيح، ويا له كان بالتأكيد من ضربة رأسية لمناف يونس. الآن الجمهور بانتظار اللحظة الأهم والأكبر في هذه البطولة منذ الليلة الأولى لاستضافها. فيتفضل راعي الحفل دولة السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بتتويج بطل النسخة 25 للمرة الرابعة في تاريخه منتخب العراق بالمركز الأول. إذن في هذه اللحظات رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتتويج المنتخب العراقي بالمركز الأول. الآن يونس محمود الهداف الكبير، أحد هدافين العراق التاريخيين بكل تأكيد. يتقدم الجهاز الإدارية والفنية للمنتخب العراقي، دور كبير لأصحاب الخبرة السابقين في نقل خبراتهم وفي توجيه زملائهم، ويتناقلون المسألة من جيل إلى آخر، يسلمون الذهب من جيل إلى آخر، ويتلقون الآن من رئيس مجلس الوزراء العراقي بالتأكيد الميداليات الذهبية تتويجا لما قدموه من مجهود ولما تعرضوا إليه من ضغوطات. انظر إلى الضغوطات، هذا الأسد العراقي الذي فاز بكأس آسيا والذي توج بذهبها اليوم يفرح بتتويج منتخب بلاده، وهو على الجهاز الإداري أيضا متواجدا معهم في هذه البطولة، بطولة خليج 25 للمرة الرابعة. في تاريخهم. شايف هنا المدرب كاساس يباركون له ويقول له مبروك كابتن. هذا كاساس المدرب الاسباني الاول في تاريخ العراق. الان العناق فيما بين اليوم لن نقول العراق، اليوم سنقول العناق ما بين عدنان درجال وما بين كاساس، اول مدرب اسباني في تاريخ العراق يحصل وينضم الى قائمه المدربين. كانت هذه البطوله حصريا باسم عمو بابا بالنسبه للعراقيين. الان جاء من يشاركك بعد زمن طويل يا بابا بكاس يحمل اسمه المدرب الاسباني كاساس وبقيه الجهاز الفني بالتاكيد للمنتخب العراقي. استمع الى الكلمات.
والميداليات التي تزين صدورهم الآن في هذا التوقيت. الجهاز الفني والإداري بقيادة يونس محمود والمدرب كاساس وبقية الأسماء من اللاعبين السابقين، فرح كبير جدا والسعادة كبيرة على وجوه اللاعبين ووجوه الجهاز الفني والإداري، واللحظات التي يتسلمون فيها بطولة وميدالية الذهب تتويجا للنجاح. ما أجمل النجاح والحصادة، ما أجمل البطولة وقطف الثمار، ما أجمل الفوز بعد التعب، وما أجمل السيناريو. الآن يبدأ اللاعبون ويبدأون في تلقي الكلمات. هل يبدأون بأمجد؟ نعم، إنهم يبدأون بك يا أمجد، وكيف لهم ألا يبدأون بك؟ أمجد عطوان مع بقية كتيبة أسود الرافدين يتلقون التحايا والتهاني والابتسامات والكلمات التي نشاهد الآن عدنان درجال نظرات الفخر للاعبي ضرغام إسماعيل وأمجد وأيمن حسين بالعلم العراقي هدافا للبطولة. الآن يكرر إنجازا آخر كرره العراقيون السابقون. يا لها من لحظة ويا لها من لقطة ويا له من أمجد وضع ركلة الجزاء وصنع الهدف الثالث، ويا لها من بطولة قدمها بالتأكيد المنتخب العراقي. الآن العناق يستمر والعراق يستمر، العناق يستمر والعراق يستمر. يا ضرغام احتفل، هذه ليلتك وليلة بقية لاعبي أسود الرافدين. لا يرحل في العراق أسد حتى يأتي خلاله أسد آخر، حتى يظهر بديلا له أسد آخر. هنا الفرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة يقفون على المنصة، وبالتأكيد يتلقون الميداليات الذهبية وتستمر مراسم التتويج. يقبلون الكاس وينتظرون فرصة لرفعها. إيلاي فاضل فلت يا إيلاي بركلة الجزاء التي تسببت بها، لكن هناك من ينقذك في الهجوم ويعود ويسجل بعد ذلك للعراق. إيلاي فاضل الآن ينزاح الهم والضغط بالتأكيد منا. هنا نشاهد السعادة الكبيرة وشايف هنا الرقصة العراقية والفرحة العراقية، ونشاهد هنا اللحظات التي يحتفل بها الأبطال. إنهم كتبوا التاريخ، إنهم صنعوا المجد، إنهم عانقوا الذهب، إنهم يقفون على المنصة التي يجب أن يقفوا عليها دائما، مكانهم المفضل. الظروف فقط من أبعدتهم، الظروف فقط من منعتهم، الظروف فقط من حرمتهم، لكنهم لا يستسلمون أبدا، لا ينكسرون أبدا، لا يقفون أبدا، لا ييأسون أبدا، يستمرون ويعودون. الآن يقبلون هذه الكاس ويحتفلون بلقب رابع في تاريخ الكرة العراقية. منذ أكثر من 30 سنة كان اللقب الأخير في 88 في خليج 9 في المملكة. احسب كم مرة من السنوات، احسب كم مرة من الأجيال، احسب كم طاف من البطولات، احسب كم ضاعت من النهائيات، احسب كم راحت وفلتت بعض الألقاب، لكنها تعود مرة أخرى للعراق. يستضيفونها ولا يكتفون، بل يفوزون بلقب سيظل في ذاكرتهم، بسيناريو مجنون، بلحظات تاريخية، بمباراة أسطورية في أشواطها الإضافية. الله على كرة كانت بالتأكيد من جانب المنتخب العراقي، وعلى جنون كان من المنتخب العماني في هذه الليلة الكبيرة جدا في نهائي بطولة كأس الخليج. تستمر مشاهدينا متابعينا مراسم التتويج، تستمر حتى الآن اللحظات التي نقترب فيها بالتأكيد من لحظة رفع الكأس المرتقبة والمنتظرة. الكلمات أيضا من رئيس مجلس الوزراء. نجوم المنتخب العراقي بالميدالية الذهبية إعلانا عن تتويجهم بالنجمة الرابعة، يتفضل رئيس مجلس الوزراء دولة السيد محمد الشاع السوداني لتسليم كأس البطولة لقائد المنتخب العراقي. في هذه اللحظات الآن سيقترب بالتأكيد قائد البطولة، وهنا جلال حسن كابتن المنتخب العراقي يتسلم كأس الخليج من قبل رئيس مجلس الوزراء بانتظار أن يرفعه بالتأكيد
معلنا بطولة كأس الخليج الرابعة. الآن اذهب إلى المنتخب، الآن ارفع هذه الكاسة كما يجب، احتفل بالكاس كما يجب. العراق بطلا لخليج 25 للمرة الرابعة في تاريخ أسود الرافدين. السلام عليكم، مبروك لمنتخب العراق التتويج بكاس الخليج 25. إن شاء الله ألف مبروك، بيستاهل الفوز ومنها لأعلى المراتب إن شاء الله. طبعا الملخصات كلها موجودة جوا القناة. ليش لابسين عيب؟ ملخصات موجودة كلها جوا القناة، بتقدروا تشوفوها. وإن شاء الله بعد شوي راح ننزل التتويج بكاس خليجي 25 بإذن الله تعالى. دمتم بخير. شباب، مراسم التتويج ان شاء الله دقائق وبتكون جاهزة على القناة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعمونا بزر اللايك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من اخبار المباريات. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.